اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة إعادة تدوير. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي حولت الديزاين ده من كده لكده. طيب لو ما تعرفش إعادة تدوير ايه، فهي سلسلة موجودة على القناة، بنجيب ديزاين اوريدي نزل عند براند معروف، نبتدي ان احنا نعمله ريديزاين. طيب الريديزاين ده بيشمل ايه؟ بيشمل نفس الفكرة بتاعت الديزاين، بس استوكات مختلفة ودايركشن مختلف. حابب بس أكد على حاجة، ان اللي احنا بنعمله ده بيكون كفيجوال بس، مش ككونسبت، لان احيانا او اوريدي موجود اصلا البراند، كل براند بيكون ليه جايد لاين، بيكون ليه دايركشن هما ماشيين عليه. فاحنا اللي بنعمله ده بس ان احنا بنحاول نقترح دايركشن جديد او فيجوال احسن من اللي هو اتعمل يعني. طيب من غير كلام كتير، في الفيديو ده هشرح لك ازاي حولت تصميم دومتي من كده لكده. طيب يلا بينا. في البداية هفتح فوتوشوب، هفتح فايل 1080 في 1350، ده السايز الجديد بتاع الانستجرام. هبتدي ان انا هضغط كرييت. اول حاجة هعملها عندي، هبتدي ان انا انزل الفيجوال اللي انا اوريدي عامله عشان يكون جاي ليا. هجيب الفيجوال اهو هنا، ده الفيجوال اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. طيب اول حاجة هعملها عندي ان انا هنزل الباك جراوند او الارضية بتاعة الديزاين عندي، اللي هي ارضية الملعب. هبتدي اشدها بالشكل ده، هبتدي ان انا اقصها لان انا هضيف سما غير السما الموجودة دي، وهضغط ماسك. ومن هنا هجيب الافكت اللي هو راب تول هنا، هبتدي ان انا ارفع بالشكل ده. طيب انا بعمل كده ليه؟ لان انا عايز الارضيه دي تاخد افكت اللي هو عين السمكه، او كاميرا متصوره من تحت قريبه جدا من الارض، يعني في ان هي كده مثلا، وليكن كده كويسه مثلا. تاني حاجه هجيبها هي اللاير بتاعت السما، هنزلها بالشكل ده. هتكون مثلا مش عايز الاحمر يكون فيها كتير، هبتدي ان انا اكبرها بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اظبط الوان الارضيه دي بالكاميرا رو فلتر. زود كونتراست مثلا، زود الاخضر ده، تكستشر مثلا، اخلي الديتيل شارب شويه، وابتدي بقى ان انا اظبطها بالشكل ده. تاني حاجه هعملها عندي اللي هي علبه الجبنه، ابتدي ان انا اسحبها كده وانزلها عندي، اصغرها بالشكل ده، ودي هخفي دي دلوقتي، اصغر دي بالشكل ده كده واظبطها بالشكل ده. والتاني عندي هوديها الناحيه التانية. هبتدي دلوقتي ان انا اظبط الشادو بتاع الجبنه ده. هاجي على اللاير بتاعت الارضيه واعمل لاير جديده فوقيها، واجيب البرش وابتدي ان انا اختار اللون ده، ابك اللون ده واختار الدرجه الاغمق منه، وليكن مثلا بالشكل ده. وابتدي بقى ان انا اظبط الشادو بالشكل ده. احس ان البرش عايزه تضغط اكتر، وليكن مثلا كده مناسب. اي لاير شادو بعملها بخليها مالتيبلاي. انا علبة الجبنة عايز اديها احساس ان هي طايرة، عايز اديها احساس ان هي مش لازقة في الارض، فهطول الشادو بالشكل ده مثلا، ابص عليه كده وليكن مثلا شايف ان هو كده مناسب. طيب نفس اللاير دي اخد منها نسخة، وابتدي بقى ان انا اوديها الناحية التانية، اعمل لها فليب واحطها مثلا عند العلبة التانية بالشكل ده. اظبطها برضو على ابعاد علبة الجبنة هنا، وليكن مثلا كده شايف ان هي مناسبة. طيب عندنا ايه تاني؟ ان احنا هنظبط الوان علبتين الجبنة دول بالكاميرا رو. حاسس ان دي الاكسبوجر بتاعها عالي شويه، فانا هقلله شويه، وليكن مثلا اوديها ناحيه الاصفر شويه، شايف ان هي كده كويسه. ده نفس الكلام برضو، دي هقلل شويه، او حاسس ان هي عايزه الاكسبوجر يعلى شويه لان هي غامقه شويه. كونتراست مثلا، فايبرنس، ساتوريشن، ديتيل. في حاجه تانية عندي محتاج ان انا اعملها في علبه الجبنه هنا، ان في دايما الجزء اللي فوق بيبقى افتح من الجزء اللي تحت، وخصوصا لما تصور على حاجه زي كده. يعني احنا عايزين نعمل شادو على النص اللي تحت. هنعمل ده ازاي؟ اللاير نفسها، وانا واقف على اللاير بتاعت علبة الجبنة، اضغط نيو لاير واعمل لها كليبنج ماسك، وهجيب البرش او هجيب الجريدينت تول. هبتدي بقى ان انا اسحب بالشكل ده كده، اتاكد بس، او خليني اعملها بالبرش اسهل. هاجي هنا على اللاير اللي انا اعملها كليبنج ماسك، هجيب البرش كده بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا اظلل بالشكل ده واعمله مالتيبلاي. طبعا ده قبل ده بعد. هعمل نفس الكلام في العلبة التانية. ابتدي بقى ان انا بالبرش كده
اغمق الاجزاء اللي تحت دي اللي هي قريبة من الارض، اللي هي مش واصل لها اصلا لايت. هبتدي بقى ان انا اخليها مالتيبلاي. حسيت ان دي بقت غامقة شوية، هقلل الوست عادي. ايه ممكن اعمله تاني في علبة الجبنة؟ ممكن اللاير اللي هي فوق اللاير بتاعت السما اجيب كده بالبرش، وابتدي بقى ان انا افتحها كده شوية بحيث ان هي تديني لايت في الباك جراوند. اجي هنا برضو نفس الكلام ورا علبة الجبنة، تحس ان البرودكت بتاعي ان هو ايه، في لايت من ورا، فتحس ان هو منور. ممكن نعمل تاني ان احنا نيجي كليمنج ماسك برضو على اللاير ونفتح الاطراف شوية بحيث ان انا اديها لسعة اضاءة بالشكل ده. بس ما تكونش اوفر، لان لو كانت بالشكل ده تبقى يعني تحس ان هي فيك شوية. هعمل نفس الكلام اللي انا عملته في التانية هعمله هنا. التو لايرز اللي انا عملتهم دول هخليهم سكرين. طيب في حاجة انا عايز اعملها في الارضية او في الملعب ده. هعمل نيو لاير وبعد كده هعمل كليبنج ماسك وهبتدي بقى ان انا اغمق الحواف بتاعته. طب انا بعمل كده ليه؟ تحس ان انت الصورة بقى ليها دبس كده، يعني بص تحس ان التركيز كله بقى على المنتج، كده قبل كده بعد. اخلي ده طبعا ده كله مالتيبلاي. ممكن اعمله تاني قبل ما ادخل على التكست او التايبوجرافي. في عندي هنا فايل هتلاقيني سايبهولك برضو في الفايلات دي، في فلير يعني انا بستخدمه كتير، بيدي لمعة للمنتج اللي عندي. ممكن مثلا استخدم منهم دي ودي مثلا، ودي مثلا ورا. كنترول سي كنترول في، اروح الفوتوشوب اخليها سمارت اوبجكت، اخلي المود بتاعها سكرين، ابتدي بقى ان انا اكبرها بالشكل ده وارجعها ورا اللاير بتاعت الجبنة. ممكن دي برضو نستخدمها بشكل معين، هقولك ازاي دلوقتي. احنا نيجي هنا سكرين برضو نفس الكلام، اخد دي ابتدي ان انا اظبطها كده على الايدج بتاعت البرودكت اللي عندي. ممكن اخد برضو منها نسخة واكررها تاني هنا، بس ما تكترش عشان ما تبانش ان هي فيك. يعني هما 2 أو 3 بالكتير اوي كده، بحيث ان انت تظبط اللايت بيهم. تاني حاجة عندنا ان احنا ممكن نعمل ايه برضو، بس انا حاسس ان مفيش مكان للتو في، او مفيش مكان للتايبوجرافي اللي عندنا، فانا حاسس ان احنا ممكن ننزل ده كله اصلا تحت شوية، يعني كده كده بقت اريح للعين كمان شوية. يعني قبل التايبوجرافي هجيب الكرة اللي عندي اللي هي في النص، هتلاقيني برضو سايب لك كل ده في الفايلات، هي صورة عندي هنا. اسهل طريقة ان انا اقصها بالسلكشن تول. اتاكد بس ان الحواف ما فيهاش اي حاجه. دي هقول لك هتعالجها ازاي. لما يكون في برودكت عندي او منتج متصور على خلفيه غير لون الحاجه الديزاين اللي عندي، يعني مثلا دي لونها ازرق، في لايت ازرق كده على الحواف، لان الكره دي لما اتصورت في مكان اللي هو اللون الازرق. فهلغي ده ازاي؟ هاجي على اللاير بتاعتي دي واضغط نيو لاير، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل لها كليبنج ماسك، وهجيب اللون بتاع المنتج اللي عندي اللي هو ليكن مثلا اللون الابيض هنا، واخلي اللاير كلر. هبتدي بقى ان انا امشي كده، هتلاقي ان الالوان الزرقاء دي راحت. هعمل كله ده بقى سمارت اوبجكت، وهبتدي بقى ان انا اصغر الكرة دي بالشكل ده. اتاكد بس وليكن مثلا كده مناسب. هظبط بقى الشادوات بتاعت الكرة دي، لان الكرة دي ليها اكتر من شادو. اول شادو عندنا اللي هو اول شادو اللي هو تحت، وليكن مثلا اختار اللون الاسود. قللت الاوباستي وكبرت السايز بتاع البرش، يعني مش شايف ان هي كده مناسبة. محتاجة برضو شادو تاني من تحت على الكرة نفسها. ابتدي بقى ان انا عملت كليبنج ماسك، وابتدي بقى ان انا اظبط الاجزاء اللي هي قريبة من الارض دايما بتبقى غامقة، يعني شايف ان هو كده بقى احسن. وممكن برضو اظبط الوان الكرة كده، نغمها شوية مثلا او اديها ناحية الاصفر شوية. مش شايف ان هي كده مناسبة. ولو حسيت ان الشادو اللي تحت بقى فوق شوية او بقى في الكرة كلها، ممكن اعمل له ماسك عادي وامسح الاجزاء اللي انا مش عايز فيها شادو. اجيب اللوجوهات اللي عندي اللي هو لوجو دومتي، وابتدي بقى ان انا اظبطه بالشكل ده. وفي
وتاني عندي او مش لوجو، حاجه كده اوزن بيها اللوجو، نيو برودكت، لان هما دول كانوا بيعلنوا عن ان ده منتج جديد عندهم، اتاكد ان الاتنين الاين، وابتدي بقى ان انا اظبطهم بالشكل. حاسس ان اللوجو ده عايز يصغر شويه. طيب هخفي التو لايرز دول، هحتاجهم بعدين. ندخل بقى على التايبوجرافي. طب التايبوجرافي عندنا سهل وبسيط جدا. هو الفونت انا هسيبهولك برضو في الفايل اللي في الديسكربشن. الكلاسيك ودومتي فونت لوحده اجمد من بعض فونت، وده فونت تالت. طيب خلينا نعرف عملنا ده ازاي. هاجي هنا هكتب كلاسيكو. الفونت عندنا اسمه زعتر. حاسس ان انا عايز اطول دي شوية. ايوه كده كلاسيكو دومتي. وليكن مثلا شايف ان مكانها كده مناسب، اصغرها شوية بس. اجيب الكرة اللي عندي اللي هي الايكون بتاعت الكرة دي، هغير لونها للابيض من الكالر اوفرلاي، اظبطها بالشكل ده. انا كنت اعملها في الديزاين التاني اللي هي بالشكل ده، بحيث ان الكرة نازلة لتحت. فممكن مثلا هنا نعملها بالشكل ده يعني عادي. في بقى اجمد من بعض. الفونت عندي اسمه اس بولد، وابتدي بقى ان انا اديهم نفس الزاوية بتاعة التايبوجرافي اللي فوق. هسلكت كل الحاجات دي وابتدي ان انا اصغرها شوية. حاسس ان الت هنا عايزة تطول شوية. شايف ان هي كده مثلا مناسبة. في عندنا اللي هو الريكتانجل ده، ابتدي بقى ان انا الفه كده بالماسك. هبتدي بقى ان انا امسح الاجزاء اللي انا مش عايزها منه. وليكن مثلا كده. طيب في هنا برضو عندنا اللي هو اسماء المنتجات، اللي هو مثلا معصفر. اظبطهم بالشكل ده على البرودكت اللي عندي، وابتدي بقى ان انا اظهر اللوجوهات. طيب خليني اقولك على تريكايه كده تظبط لنا بس الفكرة بتاعت اللو انجل. دايما لما تيجي تصور صورة كده بتحس ان الحواف بتاعتها بلور، تحس ان الحاجة كده فوكس في النص شوية. على الاطراف دايما تلاقي ان هي منغمشة شوية كده زي ما بقولوا. طيب نعمل الافكت ده ازاي؟ عادي بكل بساطة. بعد ما بعمل الديزاين بشكل كامل هبتدي بقى ان انا هخفي كل التكست ده. بعد ما خفيت التكست هبتدي بقى ان انا اجي على اخر لاير عندي واضغط كوماند الت شيفت اي او الت كنترول شيفت اي. اخلي دي سمارت اوبجكت. هبتدي بقى ان انا اظبط الوانها بالكاميرا رو. وليكن مثلا كده انا بعمل ايه؟ انا بدي افكت على الديزاين ككل بعد ما خلصته. ديتيل مثلا شاربن شوية. طيب هاجي بقى على اداة اللي هي البلور تول، وابتدي بقى ان انا على اللاير دي اللي انا لسه عاملها دلوقتي، ابتدي بقى ان انا امشي كده على الاطراف. تحس ان الكاميرا كده اوت اوف فوكس على الاجزاء دي. ابتدي بقى ان انا ارسم بالبرش اللي هي بتاعت البلور بالشكل ده. والملاعب اللي ورا دي انا مش محتاجها برضو، فهبلورها. ده قبل ده بعد. ركز معايا هنا، بص، ده قبل ده بعد. ابتدي بقى ان انا ارجع كل حاجة تاني زي ما كانت في التكست. انا كده وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وقول لي في الكومنتس انت محتاج فيديوهات عن ايه تاني. قبل ما اقفل حابب اعرفك ان البي اس دي بتاع الفايل ده هتلاقيه موجود على قناة التليجرام. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. نزل الفايل. نزل الاستوكات برضو، هتلاقيني سايب لك الاستوكات دي برضو على قناة التليجرام. نزل الاستوكات دي، جرب مع نفسك كده، شوف الدنيا فيها ايه. يعني خد الفيديو ده خطوة بخطوة، شوف ان انت هتعرف تطلع عن نفس النتيجة ولا لا. ولو مثلا عطلت في اي حاجة ممكن تكتب لي ده في الكومنت. وحابب افكرك لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.